طلاب الصف السادس، أهلا بكم ومع درس جديد من دروس مادة الرياضيات بعنوان جمع الأعداد الكلية والأعداد العشرية وطرحها. فهيا بنا حل وناقش. شهد مطار الكويت الدولي خلال عام 2024 نشاطا ملحوظا في حركة الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب في شهر إبريل حوالي 1,182,880 راكبا، بينما بلغ في شهر مايو حوالي 1,151,421 راكبا. فكم بلغ إجمالي عدد الركاب خلال هذين الشهرين معا؟ أولا علينا جمع هذين العددين. عند الجمع إما أن نجمعهم بالطريقة الأفقية أو بالطريقة الرأسية. وعند الجمع نجمع كل منزلة مع المنزلة التي تشبهها. فجمع الآحاد نجمع منزلة الآحاد مع منزلة الآحاد، وكذلك منزلة العشرات مع العشرات، والمئات مع المئات، وأحاد الآلاف مع أحاد الآلاف، عشرات الآلاف مع عشرات الآلاف، مئات الآلاف مع مئات الآلاف، ومنزلة المليون مع المليون. فعند الجمع 0 زائد 1 يساوي 1، 8 زائد 2 10. هنا لا يجب أن نكتب 10، نكتب 0 ونطلع بالواحد على منزلة المئات، فنعيد تسمية المئات فتصبح 900 زائد 4 يساوي 13. نكتب 3 ونطلع بالواحد أيضا، نعيد تسميتها فتصبح 3 في أحاد الآلاف زائد 1 يساوي 4. 8 زائد 5 يساوي 13. نكتب 3 ونطلع بالواحد على المنزلة التي تليها فتصبح 2 في مئات الألوف زائد 1 يساوي 3، و1 زائد 1 يساوي 2. إذن الناتج ناتج جمع عدد الركاب في هذا العام 2,334,301، أي أن عدد الركاب في هذين الشهرين هذا العدد. قدر الناتج. عند تقدير الناتج نقدر الناتج إلى أقرب مليون. إلى أقرب مليون نحدد منزلة المليون وننظر إلى المنزلة التي قبلها يوجد بها 1، والواحد أقل من 5، إذن لا يعطي المليون شيئا. نستبدل هذه المنازل التي قبله بأصفار وهما 6 منازل، يبقى 1,182,880 عند تقديرها إلى أقرب مليون تصبح الناتج مليون. كذلك العدد الآخر عند تقريبه إلى أقرب مليون نحدد منزلة المليون وننظر إلى المنزلة التي قبله يوجد بها 1 أقل من 5، إذن التي أقل من 5 لا تزيد المليون 1. نستبدل هذه المنازل 6 التي قبلها ب6 أصفار ونكتب منزلة المليون كما هي فتصبح 1 مليون أيضا. إذن مليون زائد مليون يساوي 2 مليون، فالنتيجة عند التقدير يساوي 2 مليون، والنتيجة الحقيقية لعدد الركاب يساوي 2,334,301، فالعددين قريبين من بعضهما، إذن الإجابة معقولة أو الحل في هذا معقول. أحسنتم. هيا بنا إلى مثال آخر. أوجد ناتج كل مما يلي. عند الجمع أو الطرح علينا كما تعودنا من سابق أن نجمع كل منزلة مع المنزلة التي نفسها، كل منزلة مع نفس المنزلة، الآحاد مع الآحاد مع الآحاد، أيضا منزلة العشرات مع بعضها، منزلة المئات، وكذلك منزلة الألوف. وعند الطرح كذلك نبدأ بعملية الجمع. نجمع 0 زائد 4 4، 4 زائد 6 يساوي 10. بالطبع لا يمكننا أن نكتب 10 في منزلة الآحاد، فعلينا أن نكتب 0
والواحد هذا نزيده على منزلة العشرات ونعود التسمية فتصبح 1 و5 6 6 و7 13 13 و9 22 نكتب 2 ونعيد تسمية منزلة المئات ونكتب عليها 2 فيصبح 2 زائد 2 يساوي 4 4 و1 يساوي 5 إذا منزلة المئات يساوي 5 ومنزلة الألوف 8 لا يوجد تحتها شيء تصبح كما هي إذا الناتج 8520. هيا بنا إلى مسألة الطرح. كما تعودنا نطرح الآحاد من منزلة الآحاد ونطرح العشرات ناقص منزلة العشرات والمئات ناقص منزلة المئات وهكذا. 3 ناقص 2 يساوي 1. نذهب إلى منزلة العشرات. 2 ناقص 9 الاثنان أقل من 9 فلا يمكن طرحها بهذا الشكل. إذا ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نعيد تسمية الاثنان هذه. فالاثنان هذه تأخذ من 3 1 ونعيد تسميتها فتصبح 12 والثلاثة هذه تصبح 2. 12 ناقص 9 يساوي 3. أما منزلة المئات فقد أصبحت 2 2 ناقص 1 يساوي 1. منزلة آحاد الألوف 5 ناقص 7 لا يمكن طرحها لأن 5 أقل من 7 فعلينا إعادة تسمية هذه 5. إعادة تسميتها تذهب إلى المنزلة التي بعدها وتأخذ منها 1 فتصبح 15 وهذه 9 تصبح 8. 15 ناقص 7 يساوي 8 و8 ناقص 2 يساوي 6 فيصبح الناتج 68,131. أحسنتم. هيا بنا إلى مثال آخر. أوجد ناتج كل مما يلي. كما تعودنا علينا أن نجمع نفس المنزلة مع التي تليها مع مثلها. نفس المنزلة مع مثلها. 5 زائد 2 تصبح 7. 0 زائد 7 تصبح 7. 0 زائد 5 تصبح 5. 7 زائد 8 15. 15 5 ونطلع بالواحد على المنزلة التي تليها فتصبح 2 فيصبح الناتج 25,577. عند الطرح نفس الكلام. 0 ناقص 8 لا يجوز فالصفر أقل من 8. إذن علينا أن نعيد تسمية هذا الصفر. يذهب إلى الذي بعده لا يوجد معه شيء لكي يعطيه له فيذهب إلى المنزلة المئات. منزلة المئات بها 7 تصبح 6 ومنزلة العشرات تصبح 9 ومنزلة الآحاد تصبح 10. إذن أعدنا تسمية هذا العدد 700 ب600 و9 في العشرات والآحاد به 10. 10 ناقص 8 تصبح 2. 9 ناقص 7 تصبح 2. 6 ناقص 5 تصبح 1. 8 ناقص 3 تصبح 5. 5 ناقص 1 تصبح 4. 2 ناقص 1 تصبح 1. إذن الناتج 145,122. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى عرض مثال آخر. في مسابقة بين حمد ومحمد تتكون من 4 مراحل. يوضح الجدول الآتي عدد النقاط التي حصل عليها كل منهما في كل مرحلة. اختر العبارة الصحيحة. في هذه المسابقة علينا أن نحدد الفائز. ففي المرحلة الأولى حصل حمد على 125 وحصل محمد على 100. المرحلة الثانية من المسابقة
حصل حمد على 125 وحصل محمد على 125، أي تعادلان في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة من المسابقة حصل حمد على 150 وحصل محمد على 100. أما في المرحلة الرابعة حصل حمد على 50 وحصل محمد على 150. لكي نحدد الفائز علينا جمع المراحل الأربع، ونختار الفائز هو الذي جمع أكبر عدد من النقاط. فنجمع عدد النقاط التي حصل عليها حمد في المراحل الأربع. نجمع هذا العدد: 5 و5 يساوي 10، 10 وصفر يساوي 10، إذا 0 ونطلع بالواحد على منزلة العشرات. 1 و2 3 و2 5، 5 و5 10، 10 و5 15، 5 ونطلع بالواحد على منزلة المئات. 1 و1 2 و1 3 و1 4. إذا حصل حمد في الأربع مراحل للمسابقة على 450. هيا بنا نحسب عدد نقاط محمد في المراحل الأربع. 0 و5 5 و0 هي 5، منزلة الآحاد ب5. نذهب إلى منزلة العشرات. 0 و2 2 و0 هي 2 و5 تصبح 7. نذهب إلى منزلة المئات. 1 و1 2 و1 3 و1 4. إذا حصل محمد على 475 نقطة في المراحل الأربعة. إذا الفائز هنا هو محمد. ما المطلوب منك؟ المطلوب من الفائز في السؤال الأول: حمد الفائز بفارق 25 نقطة، أم حمد الفائز بفارق 100 نقطة، أم محمد الفائز بفارق 25 نقطة، أم محمد الفائز بفارق 175 نقطة. واضح أن الفرق بينهما. إذا طرحنا كلمة الفارق علينا طرح عدد النقاط التي حصل عليها محمد ناقص عدد النقاط التي حصل عليها حمد، فيصبح الفارق 25 نقطة لصالح محمد. إذا الفائز هنا هو محمد بفارق 25 نقطة. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى عرض مثال آخر. وفي هذه المرة نتحدث عن الأعداد العشرية. عند الجمع أو الطرح في الأعداد العشرية علينا أن نتذكر الآتي: علينا أن نطرح نفس المنزلة من نفس المنزلة. فهنا مثلا منزلة الجزء من 10، إذن علينا أن نطرحها من منزلة الجزء من 10. فنلاحظ هنا أن العدد به جزء من 100، وهذا العدد الآخر به جزء من 1000. إذن في البداية علينا أن نزيد أصفارا أمام العلامة لكي نساوي الأجزاء العشرية. فأكبر منزلة عشرية هنا هي منزلة الجزء من 1000. إذن علينا أن نساوي هذا العدد بصفر أمامه ليصبح ثلاثة منازل في الأجزاء العشرية، وهذه علينا أن نزيد بها صفرين فتصبح 3 منازل في الأجزاء العشرية. وهذه الأصفار لا تغير من قيمة العدد، ولكنها نضيفها لكي تحفظ الخانة، ونقدر ان احنا نجمع كل منزلة مع المنزلة نفسها. فمنزلة الجزء من 1000 هنا بها 0، ومنزلة الجزء من 1000 بها 0، منزلة الجزء من 1000 هنا بها 8 وتصبح 8. منزلة الجزء من 100 0 زائد 3 3 3 و9 12 2 ونطلع بالواحد ونعيد التسمية تصبح 6 6 وصفر هي 6 و4 تصبح 10. نكتب الصفر ونطلع بالواحد، والمنزلة العشرية تكون في نفس مكانها. فمنزلة الآحاد أصبح عليها 1 1 وصفر هو الواحد، و5 تصبح 6. تصبح 6. واحد وواحد 2 و5 تصبح 7. ثم 6 زائد 1 يساوي 7، و2 زائد مفيش هي
الأسنان. إذا العدد الناتج يكون 277 و28 جزءا من 1000. إذا في هذه الخطوة أولا نتأكد من تساوي الأجزاء العشرية. عدد الأجزاء العشرية في هذا العدد 3، إذا يجب أن يكون هنا 3 زدناه صفرا، ويجب أن يكون هنا 3 زدناه صفرين. قدر الناتج. عند تقدير الناتج علينا أن نجعل العدد صحيحا، أي تقريبا إلى أقرب عدد صحيح. ننزل إلى نحدد منزلة الآحاد وننظر إلى المنزلة التي قبلها 5 تزيد هذا الواحد 1 فيصبح 2، ونلغي المنزلة العشرية فيصبح 1.5 تقريبا 2، وهذا العدد نفس الشيء. ننظر إلى منزلة الآحاد وننظر إلى المنزلة التي قبله، نحدد منزلة الآحاد وننظر إلى المنزلة التي قبله بها 0 لا تعطيه شيء، نلغي المنازل العشرية ويصبح 260. وهذا العدد أيضا عند تقديره نحدد منزلة الآحاد ونذهب إلى المنزلة التي قبله، يوجد بها 4 لا تعطيه شيء لأنها أقل من 5، نلغي المنازل العشرية فتصبح 15. عند جمع الثلاثة أعداد 2 زائد 260 زائد 15 يساوي 277، فهو عدد قريب جدا من الناتج الحقيقي اللي هو 277 و28 جزءا من 1000. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى مثال آخر. أوجد ناتج الطرح ثم قدر الناتج. أوجد ناتج الطرح. كما تعودنا علينا أولا أن نساوي الأجزاء العشرية. لماذا نساوي الأجزاء العشرية؟ لأن هذا هو الجزء من 10. عند طرحه يجب أن نطرح من الجزء من 10، فأين نذهب بالجزء من 100؟ إذن علينا أولا أن نساوي الأجزاء العشرية بوضع صفرا أمام منزلة الجزء من 10، وهذا الصفر لا يغير من قيمة العدد شيئا، فهو بس فقط لحفظ الخانة أو لحفظ المنزلة. ثم نطرح العددين. 0 ناقص 6 لا يجوز لأن الصفر أقل من 6، إذن علينا إعادة التسمية، فالصفر هذا يصبح 10 والثمانية تصبح 7. 10 ناقص 6 تصبح 4 والسبعة ناقص 5 تصبح 2، والعلامة تنزل في مكانها الصحيح. و7 ناقص 6 يساوي 1، فالناتج الحقيقي هو 1 و24 جزءا من 100. عند تقدير الناتج علينا أن نقدر العدد إلى أقرب عدد صحيح. ننظر إلى منزلة الآحاد ونحددها، وننظر إلى المنزلة التي قبلها يوجد بها 8، والثمانية أكبر من 5، إذا تزيد هذه 7 1 ونلغي الأجزاء العشرية. 7 زائد 1 تصبح 8. هذا العدد أيضا نحدد منزلة الآحاد وننظر إلى المنزلة التي قبله، يوجد بها 5، والخمسة تعطي 6 هذه 1، ونلغي منزلة الأجزاء العشرية فتصبح 7، ويصبح الناتج 8 ناقص 1 يساوي 1، والواحد عند التقدير أو ناتج التقدير يساوي 1، وهو قريب على الناتج الفعلي 1 و24 جزءا من 100. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى مثال آخر. أوجد ناتج كل مما يأتي. في هذه الأعداد علينا أولا أن نساوي الأجزاء العشرية. في هذا العدد 3 منازل عشرية، يجب أن يكون هذا العدد أيضا به 3 منازل عشرية، فنزيده صفرا في منزلة الجزء من 1000. ثم نجمع باقي الأعداد، كل منزلة مع نفس المنزلة في العدد الآخر. 3 زائد 0 زائد 5 تصبح 8. أحسنتم. 5 زائد 3 8 زائد 1 يساوي 9، منزلة الجزء من 100 يساوي 9. 2 زائد 0 زائد 0 تصبح 2، وننزل العلامة في مكانها الصحيح، ونجمع منزلة الآحاد. 6 زائد 1 تصبح 7، ومنزلة العشرات بها 1، فيصبح الناتج 17 و298 جزءا من 1000. في مسألة الطرح أيضا علينا أن نساوي الأجزاء العشرية، فهذه منزلتان.
إذن يجب أن يكون العدد المطروح أيضا منزلتان، فنزيد هذه صفرا في منزلة الجزء من 100. هذا الصفر لا يغير من قيمة العدد، ولكن يجعلهما متساويان في الأجزاء العشرية. 3 ناقص صفر تصبح 3، و2 ناقص 8 لا يجوز، فالاثنان أقل من 8. إذن علينا إعادة تسمية الاثنان. تذهب إلى 7 وتأخذ منها 1 تفكه ب10 وتصبح 12، والسبعة هذه تصبح 6. 12 ناقص 8 يكون الناتج 4، وعلينا أن نكتب العلامة العشرية في مكانها الصحيح. 6 ناقص 2 تصبح 4، فيصبح الناتج 4 و43 جزءا من 100. ثم العدد الآخر نفس الشيء، ولكن لاحظنا أن العدد الآخر 83 عددا صحيحا. فماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نفعل أيضا في هذا 83 نعيد نكتب له أجزاء عشرية. فالعدد الصحيح عند كتابة أجزاء عشرية له عليك أن تضع أمامه علامة عشرية وصفر في الجزء من 10. لماذا وضعنا صفرا؟ لأن العدد المطروح من العدد المطروح يكون فيه جزء من 10، فهذا أيضا لابد أن يكون فيه جزء من 10 لكي نقدر أن نطرح. هيا بنا نطرح كل منزلة من نفس المنزلة في العدد الآخر. 0 في الجزء من 10 ناقص 4 لا يجوز، لأن هذا الصفر أقل من 4. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ علينا إعادة تسمية هذا الصفر، فيستلف من اللي جنبه 1 يصبح 10، واللي جنبه هذا يصبح 2. 10 ناقص 4 تصبح 6 في منزلة الجزء من 10، ونكتب منزلة ونكتب العلامة العشرية كما هي. وهنا 2 ناقص 7 لا تجوز، علينا أيضا أن نعيد تسميتها، فالاثنان هذه تصبح 12، والثمانية هذه تصبح 7. 12 ناقص 7 فيصبح الناتج 5، و7 ناقص 3 يصبح الناتج 4، فيكون الناتج 45 و6 من 10. أحسنتم يا أحبابي. هيا إلى مثال آخر. عبر عن فهمك. ما الخطوة الأولى التي عليك أن تقوم بها عند إيجاد ناتج 8 من 10 ناقص 43 من 100؟ واضح أن هذه أجزاء من 100 وهذه أجزاء من 10. إذن علينا كما تعودنا أن نساوي الأجزاء العشرية. هذين رقمين عشريين، يجب أن يكون هذا العدد أيضا رقمين عشريين، فنضع هنا صفرا لحفظ منزلة الجزء من 100. ثم نذهب إلى الطرح. 0 ناقص 3 لا يجوز، إذن علينا أن نعيد التسمية. هذا الصفر يصبح 10 والثمانية تصبح 7. 10 ناقص 3 تصبح 7، و7 ناقص 4 تصبح 3. والعلامة العشرية لا ننسى أن نضعها في مكانها الصحيح، فيصبح الناتج 37 جزءا من 100. إذن الخطوة التي علينا أن نقوم بها هي تسوية الأجزاء العشرية بوضع صفرا في منزلة الجزء من 100 لكي يتساوى عدد الأجزاء العشرية في كلا العددين. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى مثال آخر. هذه دائما نتأكد أن عدد الأجزاء العشرية في كلا العددين متساويين. هنا جزء من 10 وهنا جزء من 10، إذن نجمع 0 زائد 8 يساوي 8، ونضع العلامة العشرية في مكانها الصحيح. 4 زائد 9 13. 13 نكتب 3 ونعيد التسمية، فهذه تصبح 1 و3 تصبح 4، فالناتج يكون 43 و8 من 10. في هذا المثال كما تعودنا نتأكد من المنازل العشرية. هذه منزلتان وهذه منزلة واحدة. علينا تسوية المنازل العشرية بحفظ خانة أو منزلة الجزء من 100 بصفر، ثم نقوم بعملية الطرح. 2 ناقص 0 يساوي 2. 0 ناقص 9 لا يجوز لأن الصفر أقل من 9. هذا الصفر علينا أن نعيد تسميته، فهذه 5 تصبح 4 وتعطي هذا الصفر 1 فيصبح هذا الصفر 10.
10 ناقص 9 يساوي 1، ونضع العلامة العشرية في مكانها الصحيح. 4 ناقص 7 لا يجوز لأن الأربعة أقل من السبعة، إذن علينا إعادة تسميتها، فهذه الستة تصبح 5 وتعطي الأربعة 1 يفك ب10 وتصبح 14. 14 ناقص 7 يساوي 7. 5 ناقص مفيش كما هي، فيصبح الناتج 57 و12 من 100. هيا إلى المثال الآخر. هذه منزلة وهذه منزلة واحدة، إذن علينا أن نطرح. 7 ناقص 8 لا يجوز، علينا إعادة التسمية. هذه 7 تصبح 17 وهذه 5 تصبح 4. 17 ناقص 8 تصبح 9، ونضع العلامة في مكانها الصحيح. 4 ناقص 8 لا يجوز، علينا إعادة تسميتها فتصبح 14 وهذه الاثنان تصبح 1. 14 ناقص 8 تصبح 6. 1 ناقص مفيش كما هو، إذن الناتج 16 و9 من 10. علينا أن نتأكد من عدد المنازل العشرية، نجد أنهما منزلتين، إذن علينا أن نقوم بعملية الجمع. 6 زائد 8 تصبح 14. 14 زائد 5 يساوي 19. 9 ونطلع بالواحد أي نعيد تسمية منزلة العشرات، فتصبح 1 و7 8. 8 و5 13. 13 و2 تصبح 15. ونضع الفاصلة أو العلامة العشرية في مكانها الصحيح. هذه 15. 15 أي نطلع بالواحد على منزلة الآحاد فتصبح 6. 6 و1 يصبح 7، يبقى الناتج 7 و59 جزءا من 100. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى مثال آخر. كما تعودنا علينا أن نساوي الأجزاء العشرية، فهذه 3 منازل عشرية قبل العدد 8 وهذا عدد صحيح، إذن علينا كتابة هذا العدد بطريقة أخرى به منازل عشرية لكي نقدر أن نقوم بعملية الجمع. وفي هذا المثال نحن فقط حفظنا منزلة الجزء من 10 والجزء من 100 والجزء من 1000 بأصفار ولا غيرنا من قيمة العدد، فالعدد الصحيح 2 وهنا أيضا 2 ولكن بصورة عدد عشري. هيا بنا إلى عملية الجمع. 8 زائد 0 كما هي 8. 5 زائد 0 كما هي 5. 6 زائد 0 كما هي 6. وضع العلامة في مكانها الصحيح. 8 زائد 2 يساوي 10، فيصبح الناتج 10 و658 جزءا من 1000. في المثال الذي جنبه، في المثال هذا، هذه منزلتان عشريتان وهذه منزلة واحدة، علينا حفظ منزلة الجزء من 100 بصفر لكي يصبح هذه منزلتان وهذه منزلتان، ثم نقوم بعملية الطرح. 0 ناقص 7 لا يجوز، فهذا الصفر أقل من 7، إذن علينا إعادة تسميته فيصبح هذا الصفر 10 وتصبح هذه 3 2. 10 ناقص 7 يساوي 3. 2 ناقص 2 تصبح 0. ثم نكتب العلامة العشرية في مكانها. 5 ناقص 2 يساوي 3، يصبح الناتج 3 و3 أجزاء من 100. في هذا العدد هذا عدد صحيح وهذا عدد عشري، علينا أن نعيد تشكيل رسم هذا العدد الصحيح إلى عدد عشري، فعلينا أن نكتبه ولكن بصورته الجديدة وصورة العدد العشري. نكتب أمامه علامة عشرية وأمامه حفظ ال3 منازل العشريين بأصفار، وثم نجري عملية الطرح. 0 ناقص 3 لا يجوز، إذن علينا إعادة تسمية هذا الصفر، يذهب إلى الذي جنبه ليأخذ منه واحد لا يجد، وهكذا إلى أن يذهب إلى منزلة الآحاد، فمنزلة الآحاد تصبح 7، ثم هذا الصفر يصبح 9 وهذا الصفر الثاني يصبح 9 والصفر الأول يصبح 10. ثم نقوم بعملية الطرح. 10 ناقص 3 يساوي
7. 9 ناقص 6 تصبح 3. 9 ناقص 0 كما هي 9. وعلينا وضع العلامة العشرية في مكانها الصحيح. العدد الصحيح هنا 7 ناقص 5 تصبح 2. واثنان ناقص مفيش كما هي، واثنان ناقص مفيش كما هي. يصبح الناتج 222 و937 جزءا من 1000. في هذا المثال علينا أولا أن نساوي الأجزاء العشرية، فهذا جزء من 10 وهذا جزء من 100 وهذا عدد صحيح وهذا جزء من 100. كيف علينا أن نقوم به؟ هنا جزء من 100، علينا أن نعيد هذا العدد ونجعله في صورة عدد عشري. 19 تصبح 19 وصفر صفرين في خانة الجزء من 10 والجزء من 100، وهذه جزء من 100 كما هي، وهذه نضع لها صفرا أمامها. هذه الأصفار لا تغير من قيمة العدد، ولكن تغير من شكله لكي نقوم بعملية الجمع بطريقة صحيحة. صفر في منزلة الجزء من 100 زائد 5 في منزلة الجزء من 100 كما هي 5. 5 زائد صفر كما هي 5. 5 و2 تصبح 7، يبقى العدد الناتج 7. نذهب إلى منزلة الجزء من 10. 3 في منزلة الجزء من 10 زائد 8 يساوي 11. 11 زائد صفر زائد صفر كما هي 11. نكتب 1 ونذهب إلى المنزلة التي تليه ونضع عليها 1. وجدنا العلامة العشرية بعد منزلتين نضعها. 1 و7 يساوي 8. 8 وصفر هنا في الآحاد كما هي 8. 8 و9 17. 17 وصفر كما هي 17. نكتب 7 ونذهب إلى المنزلة التي تليه ونزيدها 1، فيصبح 1 زائد 1 يساوي 2. 2 ومفيش هنا شيء كما هي 2. 2 و1 3. 3 ومفيش هنا شيء كما هي 3. فيصبح الناتج النهائي 37 و17 جزءا من 100. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى مثال آخر. في درس الاجتماعيات درس طلاب الصف السادس مساحة 3 جزر كويتية. استخدم الجدول للإجابة عن كل مما يلي. بكم تزيد مساحة جزيرة أم المردامي عن مساحة جزيرة أم النمل؟ علينا أن نذهب إلى الجدول ونرى مساحة كل جزيرة. مساحة جزيرة أم المردامي 65 جزءا من 100، هذه هي. ومساحة جزيرة أم النمل هذه 57 جزءا من 100. بكم تزيد؟ أي تعني هي مسألة طرح، أي نطرح 65 جزءا من 100 وهي مساحة جزيرة أم المردام ناقص مساحة جزيرة أم النمل 57 جزءا من 100 لكي نرى الفارق بينهما. بكي تزيد أي نرى الفارق بينهما. نطرح منزلة الجزء من 100 ناقص منزلة الجزء من 100. 5 ناقص 7 لا يجوز، فالخمسة أقل من 7، إذن علينا إعادة تسميتها. هذه تصبح 5 وهذه الخمسة تصبح 15. 15 ناقص 7 يساوي 8. سنتو. 5 ناقص 5 تصبح 0. إذن تزيد جزيرة أم المردامي عن جزيرة أم النمل ب8 أجزاء من 100. أحسنتم يا أحبابي. ما الفارق بين مساحة جزيرة وربة مع جزيرة أم النمل؟ نذهب إلى جزيرة وربة نجدها أكبر الجزر الثلاث، فهي 37. 37 عدد صحيحة. نطرح منه كلمة الفارق أي هي مسألة طرح. نطرح منه جزيرة أم النمل. أم النمل 57 جزءا من 100. ماذا علينا أن نفعل في هذا المثال؟ أولا علينا أن نساوي الأجزاء العشرية. ما الأجزاء العشرية هنا؟ لا يوجد، إذن علينا وضع العلامة وعلينا أن نضع قبلها في منزلة الجزء من 10 والجزء من 100 أصفار، وكما قلنا من سابق أن هذه الأصفار تحفظ المنزلة ولا تغير من قيمة العدد.
ونذهب إلى منزلة الجزء من 100. 0 ناقص 7 لا يجوز. يذهب الذي بعده لكي يأخذ منه لا يجد معه، فهما الاثنان يذهبان إلى 7 ونعيد التسمية، فتصبح 7 6 ويصبح هذا الصفر 9 ويصبح الصفر الأول 10. 10 ناقص 7 تصبح 3. أحسنتم. 9 ناقص 5 تصبح 4. ثم نضع الفاصلة أو العلامة العشرية في مكانها. 6 ناقص مفيش، في منزلة الآحاد ب6، ومنزلة العشرات 3 ناقص مفيش ب3. إذا تزيد هذه الجزيرة جزيرة وربة عن جزيرة أم النمل ب36 و43 جزءا من 100 كيلو متر مربع. في السؤال ج: أيهما أكبر، مساحة جزيرة أم النمل أم جزيرة أم المردام؟ فسر إجابتك. أيهما أكبر أي العدد الأكبر. أيهما أكبر في المساحة أي المساحة الأكبر هي ذات المساحة الأكبر، فالمساحة الأكبر هنا هي مساحة أم المردام. طب لماذا؟ بيقول فسر إجابتك. نقارن بين الأجزاء العشرية هذه والأجزاء العشرية هذه. عند المقارنة نذهب إلى أكبر منزلة وهي منزلة الجزء من 10 في العددين. منزلة الجزء من 10 في أم النمل 5، ومنزلة الجزء من 10 في أم المردام 6، والخمسة من 10 أقل من 6. إذا الجزيرة الأكبر هي جزيرة أم المردان، لأن العدد 65 أكبر 65 جزءا من 100 أكبر من العدد 57 جزءا من 100. يبقى التفسير هنا لأن هذا العدد أكبر من هذا العدد. إذا الجزيرة الأكبر مساحة هي الجزيرة صاحبة المساحة الأكبر. سنتم يا أحبابي. في السؤال د: كم تبلغ مساحة الجزر الثلاث؟ علينا جمع الجزر الثلاث. عند الجمع كما تعودنا علينا أن نساوي الأجزاء العشرية بوضع منزلة الجزء من 10 ومنزلة الجزء من 100. علينا أن نضع مكانهما أصفارا. لماذا هذه الأصفار؟ هذه الأصفار لا تغير من قيمة العدد شيء، ولكن بتحافظ على المنزلة، تحافظ فقط على المنزلة. هيا بنا إلى الجمع. منزلة الجزء من 10 صفر، منزلة الجزء من 10 صفر، منزلة الجزء من 10 هنا 7. 7 زائد 5 تصبح 12، ونطلع بالواحد. 1 على منزلة الجزء من 10 1. 1 و5 6. 6 و6 تصبح 12. 2 ونطلع بالواحد على الآحاد. وجدنا الفاصلة أو العلامة العشرية علينا أن نضعها في مكانها. 1 مع 7 تبقى 8. 8 وما فيش كما هي 8، و3 في منزلة العشرات كما هي. إذا مساحة الجزر الثلاث معا عند جمعهما تصبح 38 و22 جزءا من 100 كيلو متر مربع. أحسنتم يا أحبابي. هيا بنا إلى مثال آخر، وهذا يحتاج إلى مهارات تفكير عليا. أوجد الأرقام المفقودة لتكون نواتج العمليات الحسابية صحيحة. 7 ناقص عدد ما عليك التفكير به تساوي 9. هيا يا عبقري، هل 7 إذا طرحنا منها شيء تصبح 9؟ بالطبع لا، لأن 7 هذه أصغر من 9. إذا هذه 7 بالتأكيد أخذت أو أعاد تسميتها وأصبحت 17 من العدد الذي جنبها. يبقى العدد الذي في منزلة الجزء من 10 أكيد أخذنا منه 1، فأصبح عدد ناقص ب1، وهذا العدد أصبح 17. 17 نقص منها كام؟ تصبح 9. أحسنتم. أسمع أحدكم يقول لي 8، فهذا العدد في هذه المكان 8. طيب ما هذا العدد الذي يوجد هنا؟ اتفقنا ان هذا العدد يكون ناقص 1 من هنا، فهيكون مثلا كام زائد كام ننقص منه 6 يساوي 6. إذن علينا جمع 6 و6 يساوي 12.
لا نكتب 12 مرة واحدة، فنكتب 2 والواحد ناخده من هنا، ولكن هذه الاثنان أخذنا منها واحد ليه؟ من جزء من 100، يبقى هذه كانت 3 وأعدنا تسميتها فأصبحت 2، يبقى 2 ناقص 6 لا يجوز. هذه الاثنان أيضا أعدنا تسميتها فأصبحت هذه 7 وهذه الاثنان أصبحت 12. 12 ناقص 6 تصبح 6، والسبعة ناقص كام؟ تساوي 3. كأني بقول لك 7 ناقص 3 تساوي، أحسن طب يا بطل، 7 ناقص 3 عفوا تساوي 4. 7 ناقص 3 تساوي 4. علينا أن نكتب هنا 4. في هذا السؤال الآخر نفس الشيء في طريقة التفكير. عدد نطرح منه 5 يساوي 5، إذن هذا العدد هو 10. يجب أن يكون هنا 10. 10 ناقص 5 يساوي 5. طب هل يجب أن نكتب 10 في منزلة واحدة وهي منزلة الجزء من 100؟ بالطبع لا. إذن هي كانت 0 وأعدنا تسميتها فأخذنا واحد من المنزلة التي قبلها، فلا يوجد به شيء. إذن هذه 7 أعطتهم 1، فهذه 7 أصبحت 6، وهذا الصفر أصبح 9، وهذا الصفر أصبح 10. 10 ناقص 5 أصبح 5. 9 ناقص كام يساوي 1؟ كأني بقول لك 9 ناقص 1 تقول لي 8 والعلامة في مكانها. 6 ناقص كام يساوي 2؟ كأني بقول لك 6 ناقص 2 تقول لي 4. 6 ناقص 4 يساوي 2. كام ننقص منه 3 يساوي 2؟ أحسن تقول لي 5. 5 ناقص 3 يساوي 2. وبهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.